في منطقة تبوك يعد اليوم أقدم مستوطنة تعود إلى العصر الحجري الحديث، أي قبل 11,000 سنة من الوقت الحاضر. وهذه النتائج التي كشفتها البعثة السعودية اليابانية من جامعة كانازاوا أعطت معلومات دقيقة جدا عن الاستيطان في هذا الموقع. ومع مرور الوقت بدأت تحدث تحولات اجتماعية واقتصادية مهمة جدا في هذا الموقع. بدأ الإنسان ينتقل من مرحلة الترحال إلى مرحلة الاستقرار، بدأ يبني مساكن، بدأ يبني منازل، بدأ يبني أيضا مواقع لإقامة الماشية، بدأ يزرع في الموقع وبدأ ينتج محاصيل زراعية. ولذلك عثرت البعثة التي عملت في هذا الموقع على عدد كبير جدا من مطاحن الحبوب وأيضا أدوات الصيد، وكذلك أدوات صناعة الحلي وصناعة أيضا الزينة من الحجر، من الخرز، من الأصداف. ولذلك وجد داخل هذا الموقع عدد من المدافن التي تحتوي على هياكل بشرية ربما كان الإنسان يجمعها للاحتفاظ ببقية الأسلاف. جميع مراحل التحول التي حدثت في هذا الموقع، من التنقل إلى الاستقرار ومن البساطة إلى العمق، ما كانت بمعزل عن المناطق الأخرى في بلاد الأناضول وفي بلاد الرافدين وفي بلاد الشام كما يعرف في الدراسات الأثرية منطقة الهلال الخصيب. كل هذه التحولات حدثت حول هذه الثقافات، ولذلك تكون في هذا الموقع ثقافة مترابطة استمرت لقرون عديدة خلال العصر الحجري الحديث.